ويا جماعة ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهاردة هيبقى عن منتج لو انت عايز تفردي شعرك استخدميه. انا اتكلمت عنه قبل كده بس حاسة ان انا محتاجة اتكلم عنه تاني، لاني كل ما بتجربيه اكتر وكل ما بتتفاجئي انه ازاي حاجة بالرخص ده وبالسعر اللي مش موجود دلوقتي ده وبتديكي نتيجة. فيلا بينا مع بعض. وانا كنت متكلمة عنه بس هتكلم عنه تاني لانه يستحق اني اتكلم عنه تاني وتالت ورابع. فكل ما تجربيه كل ما تستخدمي كل ما تستكشفي، يعني كل ما تستخدميه وتجربيه كل ما تستكشفي ان ازاي في حاجة بالسعر ده دلوقتي بتديكي النتيجة الكويسة دي. لو انت عايزة تفردي شعرك تفرديه من غير ما تضريه، من غير ما نعمله بقى بروتين او اي حاجة طالعة دلوقتي افتكاسات بتفرد الشعر بس بتبوظه. لو انت عايزة تشيلي اي منوجات من شعرك، انا الفترة دي ما بستخدمهوش عشان انا عايزة ارجع شعري كيرلي تاني. بس لما كنت بستخدمه كان مخلي شعري في حتة تانية خالص. لو رجعت بالفيديوهات اللي ورا هتشوفوا قد ايه شعري كان بيبقى ستريكي كده اهو، مفهوش اي منوجات خالص. فلو انت عايزة تفرد شعرك، لو انت عايزة تشيلي اي منوجات، لو انت عايزة تخلي شعرك حرير دايما طول الوقت هتستخدمي. النتيجة الحلوة دي انتي مش هتشوفيها من اول مرة، انتي هتشوفيها بعد كذا مرة من استخدامه. بس اهم حاجة ان انتي تستخدميه وتستخدميه صح وتحطي منه كمية كويسة على شعرك بعد الشاور علشان يعرف يفرد الشعر معاكي كويس. اللي انا هتكلم عنه ده هو، شايفين الكيس اللي سعره لا يسوى اي حاجة دلوقتي خالص؟ هو ده. شايفين النتيجة دي؟ هو بيقولك دي، يعني هو بيعملك النتيجة دي بس مش من أول مرة زي ما هو مكتوب، يعني هو مبالغ في أول مرة دي، بس هو هيعملك النتيجة دي بس مش من أول مرة خالص. ولكن النتيجة دي انتي فعلا هتشوفيها، يعني انتي الفرق اللي هنا ده هو بيفور عند افتر ده انتي هتشوفيه بس مش من أول مرة، هتشوفيه بعد شوية استمرار عليه. مكتوب من تحت بيريهم بشعرك، انتي هتبهريهم بان ازاي شعرك اتفرد ومفروض وصحي ولامع بالشكل الحلو ده، وانتي اصلا مش عامله حاجه، انتي واخده دش عادي وبصراحه شعرك عادي جدا المفروض كده. ايه طب لو انا مش عايزه افرد شعري ممكن استخدمه؟ عادي ممكن تستخدميه، هو كده كده كريم تنعيم شعر وكريم تسريح شعر عادي جدا. فحتى لو انتي مش عايزه تستخدميه ان هو يفرد معاكي ممكن ما تستخدموش ان هو يفرد معاكي، ممكن تستخدميه عادي بعد الشاور، هتاخدي منه حته على شعرك وهتستخدميه. فهو هيمشي معاكي اتنين، هيمشي معاكي لو انت عايزه تفردي شعرك، وهيمشي معاكي ان هو كريم تسريح عادي جدا من غير ما تبقي عايزه تفردي شعرك او تعملي اي حاجه. بس اقولك على تركايه بسيطه قوي 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 هتاخدي بالك منها، او لو عملتيها هتشوفي بجد فرق في شعرك رهيب. ان انتي تحطي منه وتلفي شعرك، ان انتي تلفي شعرك دوامه. ممكن الفترة الجاية نبقى نعمل الفيديو عن ازاي تلفي دوامة لشعرك لو محدش عارف ازاي تلفي دوامة او تلفي طاقية، فممكن الفترة الجاية نصور عنه. بس بجد عايزة تشوفي فرق في شعرك في فردته، حطي منه ولفي شعرك هتشوفي شعرك. سعره كام؟ سعره من 10 ل15 جنيه. اغلى راجل هتلاقيه حرامي جدا هتلاقيه بيبيعه ب15 جنيه، مش هيبقى اغلى من 15 جنيه خالص. بس عايزة اقول حاجة، انا بتكلم عن ده مش في واحد تاني للتطوير، انا ما بتكلمش عن التاني، انا بتكلم عن ده. هو ده اللي اعمليه زي ما انا بقولك كده هتشوفيه بجد نتائج رهيبة جدا. استنى لو حد جرب ده يقول لي فرق معاه ولا لا، او فرد شعره ولا لا. بس يلفوا طاقية ويلفوا طاقية بالطريقة الصح ويسيبوا وقت كويس ينشف علشان يشوف النتيجة. صورته انا هحطها في اخر الفيديو زي ما متعودين، ويا رب تكونوا بتستفادوا، ومش عايزين ننسى الاشتراك في القناة. واشوفكم في فيديو تاني وجديد.